مرحبا بكم أصدقائي متابعي قناة أسامة فارم. إليكم هذا الفيديو والذي يتحدث عن 7 معلومات غريبة عن النحل ربما لم تكونوا سمعتم بها من قبل. أولا، النحل يمكنه التعرف على الوجوه البشرية. أظهرت دراسات أن النحل يستطيع تمييز الوجوه كما يفعل البشر عن طريق معالجة السمات البصرية وربطها ببعضها البعض. ثانيا، النحل يرقص للتواصل. عندما يجد النحل العامل مصدرا جيدا للرحيق، يقوم برقصة تعرف برقصة الاهتزاز، يحدد من خلالها الاتجاه والمسافة إلى الزهرة. ثالثا، ملكة النحل تلدغ مرة واحدة فقط، عكس النحل العامل فإن الملكة تمتلك لدغة حادة يمكن استخدامها عدة مرات، لكنها تستخدمها فقط لقتل ملكات أخرى في الخلية. رابعا، خلية نحل واحدة قد تنتج أكثر من 40 كيلوغرام من العسل في السنة الواحدة، وهذا يتطلب زيارة ملايين الأزهار وجمع الرحيق على مدار الموسم. خامسا، النحل يرى الأشعة الفوق بنفسجية، وهذا يساعده في تمييز الزهور التي تحتوي على رحيق، لأن بعض الزهور تعكس أنماطا بالأشعة فوق البنفسجية لا يراها الإنسان. سادسا، ذكور النحل لا تلسع. الذكور لا تمتلك إبرة لسع، ووظيفتهم الوحيدة هي التزاوج مع الملكة، وبعدها يموتون مباشرة. سابعا وآخر معلومة، عدد ضربات جناحي النحلة يصل إلى 200 مرة، يعني 200 ضربة في الثانية، وهذا ما يسبب الطنين المميز أو مما يعرف صوت النحل. أرجو أن تكون هذه المعلومات مفيدة. كم كنت تعرف من معلومة قبل هذا الفيديو؟ شاركنا في التعليقات، وإلى لقاء آخر مع فيديو آخر. هذا زدت له احمد باتشي هذاك الابيض شمع هذا وين شريته صافي يبان مليح هذا ان شاء الله. هذا زدت له احمد باتشي هذاك الابيض شمع هذا وين شريته صافي يبان مليح هذا ان شاء الله. هذا زدت له احمد باتشي هذاك الابيض شمع هذا وين شريته صافي يبان مليح هذا ان شاء الله. هذا زدت له احمد باتشي هذاك الابيض شمع هذا وين شريته صافي يبان مليح هذا ان شاء الله. بانتش حبيبتنا. هذا على شحال؟ على 9 واقيلا، ماشي على 9، على 8 بس كذا زدت له شمع بصح يبان ضعيف شوي. ان شاء الله خير. هذا على شحال؟ على 9 واقيلا، ماشي على 9، على 8 بس كذا زدت له شمع بصح يبان ضعيف شوي. ان شاء الله خير. هذا على شحال؟ على 9 واقيلا، ماشي على 9، على 8 بس كذا زدت له شمع بصح يبان ضعيف شوي. ان شاء الله خير. ما بانتش حبيبتنا.